انا برد. السبب ان خلى حسن حمدي؟ لا ما اعرفش. ما قالكش؟ هيقول لي ايه ده؟ انت رضا عبد العال وانت نجم النجوم اللي وقتها، قاله لي واي حد يتمناه. اللي قال لي الكلام ده الكابتن طارق سليم الله يرحمه والكابتن عبد الوهاب سليم في الاوضه بقى بعد ما دخلت. قالوا لك ايه؟ قالوا لي انت احسن لعيب كوره موجود في مصر واحنا طب انت حكيت قصه حسن حمدي دي لحد وقتها؟ اول مره اقولها. لا انا بتكلم وقت ما كنت بتلعب. لا 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 ما رحتش قلت الكابتن طارق سليم؟ بقول لك لا لا خالص خلاص، انت سمعت من هنا فوت من هنا. بس خلي بالك ان في دايما ناس بتبقى عايزه ما بتحبش الراجل اللي هو رقم واحد. عايزين هم يبقى دايما اللي. طب بناء على كلامك ده، هل انا اقدر اقول ان اللي شالك من القايمه واستبعدك اكيد هو كابتن حسن حمدي اكيد فعلا؟ اصل ده مش بقول لك الراجل الفني حاططني وقال لي ما تروحش الامارات. مين اللي شالني؟ اوكي. والكابتن ساعتها الكابتن صالح الله يرحمه كان ساعتها تعبان في بره. اذا انت بتاكد. خلي بالك اقول لك على نقطه بس. انت عارف ان في لعيبه لما بتوصل ال30 بيجددوا لهم سنه بسنه. انا بعد ما كملت ال3 سنين في النادي الاهلي ما كنتش عايز اكمل في النادي الاهلي، والكابتن صالح عرف الكلام ده، والمهندس عادل القيعي بس هو ما كانش قاعد معانا، هو اللي كان يعني خد الميعاد وخلاني قابلت الكابتن صالح في الشركه عنده. فهو لما كلمني انا بصراحه بعد ال3 سنين ما ارتحتش، كنت عايز امشي. فين بقى والله العظيم، ولا راجع الزمالك تاني ولا، بس كنت عايز امشي لان الموضوع كان فيه بوادر خنقه. كنت بدات في السنه الاخيره دي بقى ما العبش وبقعد وانا في احسن حالاتي، ما العبش اغير وانا في احسن حالاتي، انت واخد بالك؟ كانت بتعليمات ما اعرفش بقى الله اعلم، واخد بالك؟ في دي انا ما اعرفش. فالكابتن صالح لما عرف كان دايما يجدد لاسامه عرابي ولسدير والناس الكبار دولت سنه، صح؟ وده كان العرف اللي موجود، طالما عديت ال30 فبيجدد لك سنه بسنه على حسب ايه مستواك. فلما كابتن صالح قعد معايا فبيكلمني قلت له بصراحه يا كابتن انا مش مرتاح وانا كذا 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 وفي حاجات انا مش فاهمها يعني والكلام ده. قال لي هو جاب يعني رن الجرس كده فقالوا لهم هاتوا عقد، فدخل حط العقد انا ما اعرفش ده ايه. فقعدنا بقى نتكلم شويه وكده، فايه ريحني نفسيا، انت من احسن اللعيبه، انت لعيب مؤثر جدا في الفرقه، وطبعا كان ساعتها بقى جون شبين وجون ما يعرفش ايه والكلام. فالمهم كلامه ريحني.